السلام عليكم خوتي. عندنا اليوم بعض الحالات التحكيمية الكارثية في المقابلات ديال الوداد ووجدة. نشوفوا الحالة الأولى ولكن واسع النظر في العالم. نشوفوا أول حالة هي هذه خوتي. هنا كنشوفوا الكرة عند وجدة، كرة طويلة، المهاجم كيقاسو انفراد وزولة، يعني خطأ والطرد باينة. هذا عنده رأي آخر. مشكلة القضية كاين لمس ديال اللاعب ديال المهاجم مزول، ولكن راه الفوت. شوف معايا، ما كاين تسلل. مشى اللاعب هو اللي دول الكرة، زولا كيحاول يوقف اللاعب. بطاقة حمراء باينة. ما كاين مشكلات، بطاقة حمراء لا غبار عليها. هذه الحالة الأولانية. تشوفوا الحالة الثانية. هنا خوتي الحالة الثانية. البيت ندير وداد عرضية، كرة قاس سامبو المهاجم الوداد في يديه، والحكم يعني وخا الفار تيقرا انه هدف. هذه كتجيني غريبة بزاف. هاد الحالة التحكيمية هذه شوية غريبة، انه كاين فار ولمسة يد واضحة. رغم ذلك حكم تيقوم باللي هدف. هادشي اللي كاين خوتي في هاد الفيديو. كتبوا لي في التعليق ديالكم بكل حرية الرأي ديالكم. تهلاو.